كده طالما انا بكسب الفرقه وانا مؤثر في الفرقه، اي حاجه في الفرقه هم هيقدروني. مش معقوله واحد احسن لعيب في الفرقه ومش هيقدروه. يعني انا شايفها دي حاجه مش عمرها ما حصلت يعني. فانما ان انا ادي لعيب مع احترامي، اجيب مثلا واحد شايل يعني لعيب بقاله مثلا 5 6 سنين، مثلا مثلا ايه علي معلول في الاهلي، بقاله 4 مثلا 6 7 مواسم او 5 مواسم، لا ومستواه ما شاء الله ثابت. قليل جدا لما اشوفه وحش. من الحاجات المؤثره جدا كسب الاهلي في اكتر من ماتش، من المؤثرات جدا في البطولات بتاع الاهلي الافريقيه والدوري والعالميه، حتى في كاس العالم للانديه. ما سووش مثلا واحد جاي مثلا السنه دي وعمل موسم كويس في الدوري، او موسم كويس في مثلا في بطوله افريقيا. ما ينفعش اسوي ده بعد اول موسم او ثاني موسم بلعيب دولي. كلام كويس جدا ومحترم جدا. حضرتك تقدر تقول ان انا مش لاعب عمل فرقعه في ماتش فخلاص انجمه ويفضل على طول متنجم على الماتش ده بقى الدور الاعلامي، والدور الاعلامي اللي بيأثر على اداره الانديه. انا شايفها كده يعني. ممكن بعد ماتش مثلا في استوديو تحليلي الاقي واحد اعلامي او اتنين او الناس اللي بتحلل مثلا سي محمد ده، بص ده المفروض ده يسويه يحترف عشان ماتش مثلا قدام فرقه ضعيفه، جاب 50 جون قدام فرقه ضعيفه. انا اهم حاجه اللعيب اللي عندي لعيب دولي يا كابتن، دولي وماتشاته في افريقيا، ماتشات مع المنتخب، ده ما يبقى مؤثر في الثلاث عناصر دول. لا ده اللي اقدر اقول عليه ده يستاهل يتقال عليه لاعب تقيل. كابتن عبد الحميد، كلام حضرتك كده بيعني ان الاعلام له دور رئيسي في تراجع الكره المصريه طبعا، بالتساوي طبعا مع بعض ادارات الانديه. احنا بس مش عاوزين نجمع، اكيد في ناس بعض الاعلاميين، بس بعض الاعلاميين بس دلوقتي يعني نسبه كبيره جدا سلبي اكتر من ايجابي، سلبي على المستوى الفني للكره المصريه كلها. طب يا كابتن اسالك سؤال. اتفضل. انا اعلنت عن مدير فني، المفترض اعرف من اتحاد الكوره ولا من بعض الاعلاميين اسم المدير الفني؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره المستوى اللي حصل يا كابتن عكس كده، الحاجه الرسميه للرياضه المصريه. اللي حصل يا كابتن عكس كده خالص. احنا بنعرف السبق من الاعلاميين، تعاقد مع كابتن محمد يوسف عرفناه من احدى الاعلاميين، تمام. وطبعا دي برضه سقطه للاتحاد يا كابتن. في الاول لو الاتحاد قوي هتلاقي دوري قوي، هتلاقي منتخب قوي، هتلاقي اعلاميين بيحترموا الاتحاد. وكان يقدر مثلا مع احترامي مستر مانويل جوزيه لما كان بيطلع يزعق في المؤتمرات وبتاع، كان يقدر اعلامي يقطع في مستر مانويل؟ كان يقدر اعلامي يقول مستر مانويل وحش النهارده؟ لا. ليه؟ عشان هم صارم مع الراجل. لما لو واحد مصري ايه ده اخطا في التشكيل، ده مش عارف ايه. لو مثلا الاهلي خسر عشان الاهلي لعيبه مش موفقه النهارده، ما يديش ما يقولش مثلا مدير فني وحش او يقول مثلا الفرقه الثانيه كانت كويسه، ما يقدرش. هي الكره المصريه هنا في حاجات كتير يعني. اساسيات الرياضه في مصر ان اتحاد قوي، رؤساء انديه اقوياء عارفين اسم النادي او قيمه النادي اللي هم ماسكينه، يعرفوا يعملوا مستويات التعامل مع اللعيبه. اعرف ان ازاي اللعيب جاي النادي فرحان ان هو جاي النادي، اسم النادي ده اصلا بفلوس، مع احترامي اسم الاهلي زمالك اسماعيلي اتحاد مصري المحله، الانديه الجماهيريه كلها المصري، كل الانديه الجماهيريه كابتن دي التيشيرت بتاعها بفلوس. ما ينفعش تقارني بنادي مؤسسه او شركه، لا روح العب في نادي مؤسسه او شركه. انا مع احترامي اللي هيجي لي هنا الناس هتتفرج عليه، الناس تعرفه في الشارع، الاعلام هيتكلم عليه. مع احترامي تعرف كام واحد في لعيب مثلا مؤسسات، بعكس لما يكون مثلا نجم في نادي شعبي، لا ده بتبقى حاجه كده يا كابتن عبد الحميد. المسؤوليه مشتركه ما بين الاعلام واللي بيعمله وما بين الاتحاد واللي بيرضخ للكلام. بالظبط. والاتحاد واللي هو القرارات اللي بيقولها او النظام اللي ماشي بيه. لو الاتحاد قوي، بص اصل هو بيقول لك ايه، اي منظومه ناجحه شوف راس المنظومه الاول من فوق. بالظبط يا كابتن. والمنظومه الرياضيه كلها الراس بتاعها الاتحاد. لو الاتحاد ماشي كويس هتلاقي الانديه تحترم الاتحاد، هتلاقي الاعلام كابتن عبد الحميد كده غرد عن اعضاء مجلس اداره الاتحاد في الفتره اللي فاتت كلها. لا انا مش حياتي، انا بتكلم عموما. احنا بنتكلم عموما، وبرده يا كابتن احنا بنعمل مع احترامي المنتخب والمصلحه العامه بتاع البلد. ومع احترامي برضه رياضه صناعه يا كابتن. طبعا رياضه صناعه اللي بيتم ده دخل واقتصاد للبلد. بالظبط. مع احترامي برضه انت بتقولي بالراضي، انا بقول لك ما اعرفش حد يعني ايه، ما بنقدش حد فيهم بالاسم، بس طبعا النتائج بتدل على ان هم فاشلين يعني، مش اللي هو ما حققش حاجه. طيب كابتن عبد الحميد يرجح ان الاتحاد هو اللي يدير، ولا تبقى فيه لجنه تمسك كره القدم والاتحاد اعضاء مجلس الاداره يراقبوا من فوق؟ مش اقول الشركه بقى، خلينا نقول مثلا هجيب لجنه مثلا من خبراء الرياضيين في مصر، كابتن حسن شحاته، ايا كان الاسماء، يمسكوا الملف. لان انا دلوقتي كابتن حازم امام كان ماسك الملف، طب مين بيراقب على مين يا كابتن؟ كابتن حازم بيمسك الملف وبيراقب على نفسه، لكن لما انا اجيب لجنه وكابتن بركات وكابتن حازم وكابتن جمال، بيتهيألي يعني انا معاك في الموضوع ده، بس بيتهيألي دي اصلا ما نجحتش في الانديه.
فتخيل بقى منتخب ما مصر. كانتش عشان ناخد الصوره يا كابتن، عشان كل عايز ياخد الصوره وعايز ياخد اللقطه، ما كانتش اللقطه ليه؟ وانا اللي جبت وانا اللي عملت، وده رايي اللي يمشي، وده لا لو اتعملت تحسب لواحد ما تحسبش لواحد. تخيل بقى في منتخب مصر لو واحد جاب واحد دلوقتي عشان اهلاوي فجاب الناس من الاهلي، ده عشان زملكاوي جاب ناس من الزمالك. بس كابتن حميد تخيل احنا الفتره اللي فاتت كان بيقول لك عشان كابتن ايمن عبد العزيز حازم امام زملكاوي جاب ايمن عبد العزيز ومشى محمد شوقي، مش عارف مشى كابتن سيد معوض طلع قال انا مش هعاتب كابتن محمد بركات وكابتن حازم امام عشان انا ما ينفعش اتكلم. تخيل الموضوع واعضاء في الاتحاد بيقولوا كده. تخيل بقى لما اجيب لجنه الكوره يبقوا بقى بص الاعضاء براي ولجنه براي والاختيارات راي تاني. كابتن بس الموضوع لا لو انا من جوايا مصلحتي على مصلحه الكوره، وان انا جاي اصلح وان انا اعمل اقتصاد اقوم البلد، ونيتي ان انا اعمل حاجه محترمه، مش هبص مين يعمل قد ابص ان الحاجه تتعمل، وده دايما مبدأنا هتبص لها من الاول بقى في الانتخابات الاتحاد نفسه. الانتخابات الانتخابات العموميه الناس اللي رايحه هتنتخب رئيس اتحاد الجمعيه العموميه بص لمصلحه منتخب مصر، بص للكره المصريه. كان هو باصص أنا مين اللي بص هيخدم على ناديه. ده هيفيدني، ده لو نجحت في الانتخابات هيشوفني. فانا لو جبت اصلا من اول شايف المصلحه الاهم اللي هي مصلحه الكره المصريه، هجيب رئيس اتحاد قوي جدا وملوش مصالح مع حد ولا ليه ان هو ده عارفني وده حبيبي فلازم اظبطه او كلام هنتخبه. محترم يا كابتن والله. هو انت هتجيبها من الاول بقى مش هتحتاج اصلا للجنه كوره. انت هتختار من الاول رئيس اتحاد قوي هيجيب اللي تحته